أهلا بكم مع ماهر حمزة. موضوع أشرف بن شرقي اللاعب المغربي هو كان حديث الساعة في الشارع الكروي المصري في الأيام القليلة الماضية، لأنه هو لعيب ذو قيمة كبيرة، ده أولا، ولأن طبعا صاحب انتقاله مواضيع اللي هي الجماهيرية بين نادي الزمالك والنادي الأهلي. أشرف بن شرقي عنده 30 سنة وحوالي 3 شهور، لعيب كويس جدا، مسيرته الكرويه كانت ممتازه، ودي من الحاجات النادره بتبقى. هو طبعا لعيب مغربي، وبدأ في نادي الفتح المغربي ومنه على نادي الوداد. نادي الوداد هو عمل معاه انجازات وكان متألق. راح احترف في نادي الهلال السعودي، وبعديها طلع إعارة لنادي لونز الفرنسي. كان ماشي كويس. هو بعد كده طبعا لما أكبر نجاحاته اللي احنا كلنا شفناها مع نادي الزمالك المصري، لما رجع على نادي الزمالك بعد كده وقضى معاه مواسم طيبة، وبعدين طبعا المقابل المادي بيحكم أشياء كتيرة في عالم الكورة، وراح بعديها لنادي الجزيرة الإماراتي، وأخيرا انتقل لنادي الريان القطري من حوالي 4 شهور في الانتقالات الصيفية، وتألق معاهم برضو، ثم انتقل للنادي الأهلي في الأيام القليلة الماضية. الموضوع مش محتاج ان هو يبقى عليه الزعل والناس تبقى مشدودة قوي، لان الاحتراف احنا شفنا ابراهيموفيتش لما لعب في ميلان ولعب في انتر عادي جدا. رونالدو الظاهرة لعب في ريال مدريد وبرشلونة، ولعب في انتر وميلان برضو رونالدو الظاهرة. عندنا لويس فيجو برضو لعب في ريال مدريد وبرشلونة. ابراهيموفيتش كمان لعب في يوفنتوس، يعني أندية إيطاليا. فالموضوع ما هواش محتاج ان الناس ده احتراف وده اسلوب غربي، وهو يعني نتمنى طبعا الهدوء يسود الشارع الفترة القادمة، ونتمنى النجاح لان كل اللعيبة، وده اسلوب غربي اتبعه اشرف بن شرقي.